هو ليه مرد الإنجيل بيتغير في شهر كيهك من حد للتاني؟ وليه مش ثابت طول شهر كيهك؟ شهر كيهك فيه 4 مردات للإنجيل، يعني ممكن تحفظ مرد إنجيل الأسبوع ده، تيجي الأسبوع الجاي هتلاقيه مش بيتقال معاك في الحد اللي بعده. طب إيه السبب وإيه الهدف اللي خلى الكنيسة تحط لكل حد مرد إنجيل مختلف عن الحد اللي قبله؟ الحكاية أكتر من مجرد لحن بيتقال في الكنيسة، لأن مردات الإنجيل بتتغير لسبب عظيم جدا، وده لأن شهر كهك كله بيحكي قصة التجسد خطوة بخطوة، وأهم الأحداث وأهم المحاور اللي حصلت قبل التجسد. فليه اللحن وليه المرد الخاص؟ هنقسم كهك ل4 محاور رئيسية، وكل حد من الحدود بيحكي أو بيفسر لمحور. يعني مثلا الحد الأول بيتكلم عن افتقاد الله لزكريا وإليصابات، عشان كده هيجي مرد الحد الأول وبيقول أرسل رب غبريال ليبشر زكريا. تلاقي مرد الإنجيل بيحكي بالتفصيل إيه اللي حصل في الحد ده، وإزاي الملاك بشر زكريا، وإزاي الملاك قال نبوته عن يوحنا إن هو هيكون عالي عن البطاركة وأعظم مواليد النساء. أما لو جينا للحد التاني من شهر كهك فنلاقيه هو حد بشارة العذراء مريم من الملاك غبريال، ونلاقي إنه مرد الإنجيل بيقول للعذراء مريم نحن نعطيك السلام مع غبريال الملاك قائلين السلام لك يا ممتلئة نعمة. وبيبدأ يشرح اللي حصل في اليوم ده ومحور الحد ده، كأن مرد الإنجيل عايز يقولك إن إحنا في الحد الأول كانت بشارة زكريا، في الحد التاني بشارة العذراء مريم. بيبدأ يشرح لك قراءات المحورية أو الحاجة المحورية اللي بيدور حواليها قراءات اليوم، عشان يجي للحد الثالث من شهر كهك ونلاقي كل القراءات بما فيهم مرد الإنجيل بيحكوا عن محور اليوم ده أو محور الأسبوع ده، وهو زيارة العذراء لأليصابات. هنلاقي مرد الإنجيل بياخد من كلام الإنجيل نفسه وبيقول زي ما أليصابات قالت للعذراء مريم، وبيقول بالنص نرفعك باستحقاق مع أليصابات نسيبتك، مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. وده كان ملخص لكل أحداث اليوم اللي حصلت أو لكل أحداث الحد والأسبوع ده، لخصوا في مرد الإنجيل عشان يقولك إنه محور الأسبوع ده أو أهم الأحداث في الأسبوع ده هو زيارة العذراء مريم لأليصابات. وأخيرا هنوصل لآخر حد في شهر كهك وهو الأحد الرابع. والحد الرابع هنلاقيه بيتكلم عن ميلاد يوحنا المعمدان، وهنلاقي إنه يوحنا المعمدان هو محور قراءات الكنيسة في الحد ده. وهنلاقي إنه مرد الإنجيل بيفرح بنبوة يوحنا المعمدان وبيفرح بولادة يوحنا المعمدان، ويقول ولدت أليصابات ابنا دعت اسمه يوحنا. زكريا الكاهن انفتح فاه وسبح الله، وبيبدأ يوصف إن يوحنا هو أعظم مواليد النساء، وإن يوحنا هو السابق للسيد المسيح. الخلاصة إنه مرد الإنجيل محطوط بعناية ومحطوط عشان يشرح للناس كياك اللي مش مجرد لحن، لكن هو رحلة لاهوتية عن طريق الألحان، بتاخدك من بداية افتقاد الملاك للبشارة لزيارة العذراء مريم لغاية ما نوصل لميلاد يوحنا المعمدان، وفي الأخير بيوصل معاك في عيد الميلاد بيتغير مراد الإنجيل عشان يجي ويقولك في نجم أشرق في المشارق وولد ولدا، والسيد المسيح تجسد في آخر حاجة في عيد الميلاد. سنة طيبين وبكهك مسبحين وللميلاد منتظرين ومتجددين. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.